بقالي فترة كبيرة منزلتش ولا فيديو، ده بسبب ظروف مرضية، ولكن حبيت النهاردة ارجع لكم مراجعة قوية شوية بريفيو جديد. الريفيو ده بنستناه من السنة للسنة، وخصوصا في شهر واحد. طبعا عرفت ايه هو الريفيو ده، وهو عن عائلة الاس 24. بس النهاردة اختص الاس 24 الترا عشان المميزات والتفاصيل بتاعته، ونشوف ايه الفرق بينه وبين الجيل اللي فات. ومع العلم ان المؤتمر هيتعمل يوم 18 واحد، بس النهاردة حبيت اقول لكم التفاصيل وكل حاجة في الموبايل ده من قبل حتى ما ينزل، هتبقى انت عامل حسابك لما ينزل عايز انت تشتريه ولا تفضل بالاس 23 الترا. هعمل النهارده مقارنه بين الاس 23 الترا والاس 24 الترا، ونشوف ايه المميزات ايه العيوب، هل في حاجه اتضافت حاجه اتشالت، وكل التفاصيل دي بس بعد الانترو. من النظرة الأولية على الجهازين هتلاقي الاتنين زي بعض بالظبط، مفيش فرق، نفس شكل الكاميرات، نفس تصميم الكاميرات، نفس الظهر بكل تفاصيله. الاختلاف اللي هتلاحظه بس هيكون في الكاميرات اللي سمكها أقل شوية، بقت أقرب أكتر للجهاز. حواف الكاميرات واخدة زي شكل مشابه شوية لشكل كاميرات الأيفون، بس دي تعتبر مش ميزة كبيرة إن تخليني أجيب الاس 24 بدل الاس 23. أنا شايفها حاجة عادية إن أنت قللتلي بس البروز بتاع الكاميرات شوية، ومع كده مخليلي نفس شكل الظهر، حتى الفريم مخليه هو أنت بس خليت لي الفريم الجانبي بقى مصنوع من التيتانيوم. هل بقى يكون زي الايفون ان بيقشر بعد فتره واللون بتاعه بيطلع والحاجات دي، ولا يكون مقاوم اكتر للصدمات للخبطات للخدوش؟ محتاج تجربة أكتر عشان نحكم. أكتر حاجة هتقفلك من الجهاز ده وهو الشاشة بتاعته. في الاس 23 كان بينزل بشاشة كيرف منحنية من الجنبين، أما الاس 24 بينزل بشاشة فلات. حاجة غريبة شوية، يعني ليه مثلا أمسك في مصر تليفون ب50,000 جنيه وشاشته فلات؟ يعني أغلب التليفونات الفلاج شيب بتنزل كيرف وشكلها جميل وشيق جدا. حتى الاس 23 مع إنهم قللوا الكيرف عن الأجيال اللي سابقة، ولكن كان شكله جامد وجذاب جدا، كان واخد جايزة عالمية إن أفضل تصميم. ليه تخليني أمسك جهاز فلاج شيب وغالي جدا في مصر وفلات؟ يعني ليه مش كيرف مثلا؟ ليه شلت لي الكيرف؟ يعني انت بصراحه قفلتني منه، مش هكمل. 1 hour later. الالوان اللي نزلت لحد دلوقتي وهي الاسود والجراي والاصفر ولون الموف اللي بتحسه بين اللون البامبي شويه ولون البنفسجي، يعني وسط ما بينهم. وطبعا اللون الابيض اللي بينزل كل سنه المعتاد، بس المختلف هنا ان الفريم فيه زي خطوط كده، خطوط متصله ببعض، مخلي شكله جذاب جدا. حتى الظهر بتاع القلم من بره برضه فيه الخطوط دي، فمخلي شكله بصراحه جميل جدا. لو قارنت سمك الجهاز ده بسمك مثلا الاس 21 الاس 22 الاس 23 هتلاقي ده اقل جهاز سمك فيهم، بالرغم ان الظهر ما بقاش كيرف زي الاول، لا بقى مسطح شبيه بالايفون شويه، يعني تحس انت ماسك حديده صفيحه كده. يعني انت لما تيجي تمسك الجهاز ده دلوقتي هتقول انت ماسك ايفون، نفس الظهر بتاعه بنفس كل حاجه، مفيش اي اختلاف. حتى الانحناءات اللي كانت في الظهر وفي الشاشه اتشالت، بقى حديده. الشاشه يا جماعه، الشاشه التطوير بتاع كل سنه تقريبا مفيش تطوير، يعني حاجات بديهيه وحاجات عاديه بيطوروا من سنه لسنه وخلاص على كده، ما ضافوليش حاجه جديده. نفس الشاشتين زي بعض، بينزلوا دايناميك اموليد، بينزلوا بنفس المقاس 6 و8 انش، مفيش اختلاف خالص، بنفس الدقه ال 2K، بنفس التردد ال 120 هرتز. معرفش ليه ما طلعوش مثلا ل 144 هرتز، مع انه متكيف هيكون افضل بكتير. الاختلاف بس السنه دي عن السنه اللي فاتت هيكون في عدد الشمعات. السنه اللي فاتت كان 1750 شمعه لو تفتكروا، السنه دي نزلوه ب 2500 شمعه، بس برضه قليل. في تليفونات بتنزل ب 4000 و 4500 زي الوان بلس 12، فليه مثلا ما وصلتش 3000؟ يعني شاومي بتنزل ب 3000، ما تنزل زيهم. في اختلاف كمان، الاس 23 الترا بينزل ب HDR 10 بلس، اما الاس 24 الترا بينزل بدولبي فيجن، ودي المتبعه في الايفون. يعني مش شايفه فرق كبير قوي، بس هتلاقي تقريبا نفس الشاشه. يعني لو انت قارنت ما بينهم اللي هو هتلاحظ فروقات بسيطه مثلا في الالوان، في التشبع، في الحاجات دي، في الاضاءه مثلا، لكن هتلاقي نفس الشاشه بالظبط. اكتر مشكله كانت بتواجهنا في السامسونج ان طبقه الحمايه بتاعته ضعيفه، والشاشه قابله للكسر، مع انها كانت من النوع السابع والثامن والاجيال اللي كنا بنسمع عنها دي. الاس 24 نزلوها بالجيل الخامس اللي هو القديم. يعني انا مش عارف احنا ليه بنرجع بالزمن لورا، احنا المفروض نتقدم لقدام مش نرجع لورا. فالمعتاد في السامسونج ده لما هتجيبه هتشوف له جراب بيكون ليه بروز عالي شويه عشان ما يتاثرش ولا يتخبط لو لا قدر الله وقع منك ما يحصلوش حاجه، وتشوف له سكرينه تكون قويه تستحمل معاه، لان التليفون ده هينزل بسعر خرافي جدا في مصر، ويعني ارقام محدش سمع عنها قبل كده، ارقام فلكيه. فما اعتقدش ان انت هتفكر تخاطر بان انت تسيبه من غير اي حاجه. انت لو تطول تحط عليه صفيح حديد من كل حته تحميه هتعملها. الموبايلين بينزلوا بنفس الوزن 233 جرام، بينزلوا بمعيار مقاومه ميه IP 68، بينزلوا فيبر شامبر اللي هو الشراب
الشرايح المقاومة للحرارة عشان تخلي الموبايل بارد لأطول وقت ممكن، وخصوصا في الألعاب والتصوير. طبعا التطوير بقى الإنجاز اللي شفته في التليفون ده اللي مفيش زيه. كان بينزل في القديم سناب دراجون 8 جين 2، في الجديد سناب دراجون 8 جين 3 بس كده. بينزلوا زي بعض ب4 نانومتر دقة تصنيع، الفرق بس في الكاش، في القديم كان 8 في الجديد 12 بس. تقييم الموبايلين على موقع الانتوتو اللي هو بيقيم الموبايلات، الاس 23 الترا كان بينزل ب1,540,000 نقطة، الاس 24 الترا بينزل ب2 مليون وشوية كسور. الغريب في الموضوع ان في موبايلات نازلة ب2 مليون و200,000 و300,000، ارقام غريبة يعني. ده نازل برقم قليل شوية ليه مش عارف. المفروض ان البروسيسور ده بينزل متخصص بس للسامسونج، المفروض يكون اقوى اداء ممكن تشوفه. لسه التجربة هتحكم. جاهزين بينزلوا زي بعض بنفس رامات 8 و12 من نوع LPDDR5X، تردد 4200 ميجا هرتز، نفس مساحات التخزين بنفس النوع بتاعها الUFS 4، مفيش اي اختلاف، حتى نفس الحجم 256 512 1 تيرا. بصوا بقى الاختلاف الجوهري اللي جاي ده، القديم بينزل باندرويد 13، الجديد باندرويد 14. الانجاز الاكتر شوية في نظام التشغيل، القديم كان UI 6، الجديد UI 6.1 بس. بالنسبة للبطاريات، ودي حسب اختبارات المواقع، كانوا بيقولوا ان البطارية افضل بكتير من اللي فات، رغم انها نفس ال 5000 ملي امبير، نفس الشحن ال 45 واط، مفيش اختلاف واحد، ونفس الشحن اللاسلكي ونفس الشحن اللاسلكي العكسي، مفيش حاجه اتطورت، بس بيقولوا معالجه البروسيسور بقت افضل بكتير فبيقعد فتره اطول، اللي بيهم الناس جدا وهي مده شحن الجهاز. فالاس 23 الترا بيقعد تقريبا 59 دقيقه او ساعه بالظبط. الاس 24 الترا قال لك احنا هنخفض شويه عشان الاستهلاك وكده، 58 دقيقه بس، يعني فرق دقيقه واحده. يعني ده الانجاز اللي حصل في خلال سنه. متوقع السنه الجايه يخلوا فرق دقيقتين بس، يعني عشان يبقى في تطوير وكده. بما انك وصلت لحد هنا ولسه بتشوف الفيديو، ما تنساش تعمل متابعة او اشتراك عشان يوصلك كل جديد وتكون متابع كل حاجة اول باول. وشجعني كده وقول لي اي كلمة كويسة كده اطور من نفسي، حمسني. لما بنقول الاس 23 او الاس 22 كنا بنقول دايما الكاميرات مفيش افضل منها. هنا برضه هقول لك الكاميرات، ولكن لو جيت قارنت بين الموبايلين هتلاقي تقريبا نفس الحاجة بالظبط، مفيش اختلاف في جودة الفيديو، في جودة الصور، اللي هي زي ما تقول كده التحسينات بتاعت كل سنة، هي تحسينات طفيفة في جودة الصورة، مثلا في ال 10 اكس زوم، مثلا في ال 100 اكس زوم بيحسن لك الكواليتي شويه. لكن هل مثلا ضافوا مثلا زودوا مثلا بقى 120 اكس زوم؟ لا. هل مثلا بس تحسينات كل سنه وخلاص، يعني حاجات عادية. الكاميرا الأساسية زي بعض 200 و200، الكاميرا الزوم بس أو التليفون هي المختلفة. الاس 23 كانت بتنزل ب 10 ميجا بكسل، الاس 24 50 ميجا بكسل، يعني زي ما قلت الفرق يبقى في كواليتي الصورة والوضوح والمسافات بس مش أكتر. والكاميرا الألترا وايد 12 و12 زي بعض، مفيش اختلاف. أنا بالنسبة لي مش شايف ده اختلاف يخليني أنقل مثلا من اس 23 لاس 24 وأدفع مبلغ فرق، شايف الاتنين زي بعض يعني. وعارف إن في حد هيسألني يقول لي ما عشان ال 100 إرس اتحسن وكواليتي الصورة اتحسنت ومش عارف إيه، معلش يعني خلينا واقعيين. انا مش هفضل طول ما انا ماشي في الشارع بصور ب 100 ارس. ال 100 ارس دي انت تستخدمها مره واحده في حياتك عشان تصور مثلا في القاهره برج القاهره مثلا بس، مش اكتر، او تصور برج من مسافه بعيده بس. ده ما يستدعيش ان انا اطور من تليفون لتليفون اعلى منه عشان بس فرق بسيط جدا في الكاميرات. انا شايفها مش انجاز اساسا عملوه. زائد في عيب لاحظته في الاس 23 الترا لما جربته، لما بتيجي تصور مثلا الضوء او السماء مثلا لما يكون في ضوء شديد شويه، بتلاحظ ان الضوء لاسع، الشمس لاسعه، تحس كده في حاجه مش مظبوطه في السماء كده، السماء مش طالعه زي ما انت شايفها، مع ان في تليفونات اقل منه بكتير وبتطلع كواليتي افضل منه. ازاي بقى؟ دي اتمنى بجد يكونوا صلحوها في الاس 24. يعني انت مش بتدفع الوفات عشان يطلع لك مثلا الشمس لاسعه او السماء مغيمه او الدنيا مش باينه فيها، انا بستخدمه ليه؟ وطبعا جدير بالذكر وانتوا عارفين ان الكاميرا الزوم دي بتوصل 10 اكس اوبتيكال، اللي هو الزوم من غير ما يبرسل خالص، الحاجات المعتاده بتاعت كل سنه، قلتها برده السنه اللي فاتت في الاس 23 الترا لما نزل. بالنسبه لتصوير الفيديو زي بعض بالظبط، 8K 30 فريم، 4K 60 فريم، 1080 60 فريم، سلو موشن 960 فريم، يعني مفيش تغيير، يعني انت جايب نفس التليفون بالظبط، بس ده بكيرف وده فلات بس. الكاميرا الاماميه زي بعض سواء في التصوير العادي او سواء في الفيديو، بتصور لحد 4K 60 فريم. هل حسنوا الصور اكتر مثلا كواليتي الصوره؟ يا ريت، اتمنى. هو كده كده في الاس 23 الترا كانت كاميرته جميله جدا السيلفي، فممكن يكونوا حسنوا منها اكتر. خش بقى في شويه فروقات بين الاثنين. الاس 23 الترا بينزل بواي فاي 3 اي، الاس 24 بينزل بواي فاي 7، ده بلوتوث 5 و3، ده بلوتوث 5 و4، نفس مدخل التايب سي، نفس سرعه النقل الداتا، مفيش اختلاف خالص، ونفس الان اف سي اللي بتاعت الشرايح. كل موبايل فيهم بيجي بشريحتين من نوع نانو، وفي برضه بيدعموا اي سيم، فخلي بالك بلدر بتدعم اي سيم ولا لا. والاثنين بيدعموا ال 5G، وجوده الاتصال بيقولوا في الاس 24 بقت افضل بكتير، لسه طبعا ما تجربش
لسه ما شفناش. كمان جودة الصوت بيقولوا انها اتحسنت بفرق بسيط شوية بين الاس 23 والاس 24، فاتمنى يعني يكون افضل بكتير. انا كده جربت الاس 23 الترا، جودة صوته كانت كويسة. بس يا سيدي ده التطوير بتاع كل سنة، وده نهاية الفيديو كده. اتمنى تكون استفدت وعرفت ايه الفروقات بين الجديد وبين القديم، اللي انا تقريبا مش شايف فروقات خالص. الفرق الجوهري اللي انا شايفه بين الاثنين ان ده كان اس 23 الترا بقى اسمه اس 24 الترا، بس يعني مفيش اختلاف. انا بالنسبة لي كواحد اهو احب الاس 23 الترا افضل بكتير من الاس 24 الترا. ولو هتقول لي اصل ده بروسيسور اعلى، ده اداء اعلى، مش عارف ايه، لا هتلاحظهم نفس الاداء بالظبط. انا بقول لك هو حتى من قبل ما تشتري، لو انت معاك الاس 23 الترا روح التوكيل بتاع سامسونج وجربه وهتلاقي نفس الاداء اللي معاك، هتلاقي فروقات بسيطه جدا في الاس 24. فده ما يستدعيش ان انت تروح تطور وتروح تجيب الاس 24، بس لو انت معاك فلوس وعايز تشبه على نفسك هات، يعني مش هقول لك لا. لكن لو انت من الناس اللي بيجيبوا الموبايلات بالقسط فخليك في الاس 23 الترا وربنا يبارك لك فيه. كان في ناس بتسالني هل الاس 23 الترا هينزل سعره في مصر شويه ولا لا؟ هو سعره ثابت على فكره بره، لو انت هتجيبه من بره يعني مثلا تروح تجيبه مثلا من الامارات السعوديه سعره ثابت، ولكن انت عارف المتحكم طبعا سعر الدولار، فكل ما الدنيا بتعلى شويه الدنيا بتعلى في التليفونات، انت عارف يعني. كنت بشوف ناس بتسال يقول لك طب استنى الاس 23 الترا لحد ما ينزل اس 24 فينزل، والشغل بقى ده الشغل ده ما ينفعش هنا، الشغل ده بيتعمل بره، لكن هنا ما ينفعش. هنا هتجيب الاس 23 الترا السنه الجايه هتلاقيه بضعف ثمنه السنه دي، حكمة ربنا. من فترة كده من كام شهر بالظبط كنت بنصح الناس ان الجهاز كان نازل ب36,000 في مصر، حاليا داخل في 45 و48,000، والناس برضه ما اقتنعتش بكلامي وقت ما قلت لهم ده ارخص سعر ينزل له ومش هينزل بالسعر ده، محدش اقتنع. على العموم ربنا يوفقكم في اللي تحبوا تجيبوه، ولو عندكم اي سؤال في اي حاجة اسألوني، لو حابين مثلا اعمل مراجعة عن تليفون تليفونين زي ما انتوا عايزين. انا عارف ان الفيديو ده اتأخر جدا، كان هينزل من اكتر من اسبوع، ولكن انتوا عارفين بسبب اللي حصل الدنيا كانت ملخبطة خالص فما قدرتش ان انا اسجله. اتمنى النهارده تكون عرفت الفروقات بين الاثنين ومحدد انت هتشتري ايه، وقول لي في الكومنتات انت حابب تشتري مين فيهم، لو انت ما عندكش او لو انت عندك الاس 23 هل بتفكر تطور ولا تفضل بالاس 23؟ شاركني معاك. ما تنساش طبعا تتابعنا على 4 منصات: الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، بنزل عليهم كل حاجه مختلفه ومتنوعه عشان تواكب كل حاجه حواليك. واتمنى ما اكونش طولت عليكم النهارده وما تكونوش اتضايقتوا مني، واتمنى اشوفكم جميعا على خير ان شاء الله. سلام.